كل فريق بيكون له قاعدة، والقاعدة ما نشأت عن عبث. اليوم قصتنا غير. السلام عليكم، معكم مالك من قناتي كوابيس مالك. بميونخ بأواخر القرن ال19، وتحديدا في 27 شباط سنة 1900. كلنا بنعرف كل نادي أو كل فريق ما نشأ عن عبث، بل كان في وراه قصة أو تفاصيل اللي سوته من لا شيء. وحكيناها قبل إنه ما في إشي بيكون واقف قدامك إلا بيكون له حل، ودائما العزيمة بالشخص نفسه بتصنع المستحيل. بعام 1900 اجتمعوا 11 شاب كان عندهم حب لكرة القدم بنص قلبهم، بس كانوا محبطين من وضع الأندية اللي لعبوا فيها، خصوصا نادي ميونخ بعام 1860 اللي كان مسيطر وقتها. قرروا يعملوا نادي جديد يكون صوتهم وطموحهم، وسموه بايرن ميونخ. والبداية كانت صعبة لأنه الكل كان يشك إنه النادي الجديد ما راح يقدر ينافس النادي الكبير ميونخ ب 1860، وما كان عندهم جمهور ولا دعم كثير. بس الشباب ما استسلموا واشتغلوا بكل طاقتهم عشان يثبتوا وجودهم. خلال هاي السنين الأولى بايرن ميونخ ما كان بس نادي كرة قدم، كان مكان يلتقي فيه شباب عندهم أفكار سياسية واجتماعية مختلفة. والظروف اللي مرت فيه ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى خلت الأمور معقدة. في قصص عن لاعبين كانوا مرتبطين بأجهزة استخباراتية محلية واجتماعية سرية بين أعضاء النادي وأطراف سياسية، وكل هالأمور زادت الغموض حواليه. بايرن صار أكثر من فريق، صار مركز نفوذ وتأثير مع صعود النازية بالثلاثينيات. الأمور تغيرت كثير، وصار في ضغط كبير على النادي. بعض اللاعبين والإدارة كان عندهم مواقف معارضة للنظام، وبعضهم اختفى فجأة أو هاجر خوف على حياته وحياة عيلته. وهذا زاد الغموض والقصص اللي ما انحكت. بالرغم من كل الضغوط بايرن ظل يلعب، وأحيانا كان يحقق بطولات، لكنه كان دائما بعيد عن الأضواء وأكيد عن السلطة نفسها. بعد الحرب العالمية الثانية ميونخ كانت خراب، الملاعب اتدمرت واللاعبين ضاعوا. النادي كان ممكن يختفي، بس بايرن رجع ووقف على حيله من أول وجديد من تحت الرماد. كلمة راح تنذكر لكل نادي أسس حاله من لا شيء. ومن خلف الكواليس بقصص عن تمويلات سرية من جهات مجهولة، يمكن استخبارات أو جهات حكومية ألمانية كانت حابة تعيد بناء صورة ألمانيا من خلال الرياضة. هالدعم الخفي ساعد النادي يوقف على رجليه بسرعة. بالستينات والسبعينات صار عنده أسطورة حقيقية، فارنز بيكنباور مع جيرد مولر وسيب ماير. هالثلاثي صنعوا عصر ذهبي لبايرن ميونخ، وحققوا بطولات محلية أوروبية، وخلوا النادي علامة ما بتنتسى. بس حتى بهالنجاحات ظل في غموض حوالين صفقات اللاعبين وتمويلاتهم من النادي اللي ما كانت واضحة للكل. تقارير صحفية حكت إنه كان في تأثيرات على التحكيم وصفقات مش شفافة، بس هاي كلها خلف الستار. بالعقود الأخيرة بايرن ميونخ صار إمبراطور، استثمارات كبيرة، لاعبين عالميين، وإنجازات ما بتنتهي. بس حتى مع الثلاثي التاريخي اللي ذكرناها من شوي، مع كل هالظروف، من عام 2013 في تسريبات عن اجتماعات سرية بين الإدارة وجهات مالية كبيرة، والهدف منها تثبيت مركز بايرن ميونخ بالقمة، وحتى التأثير على قرارات التحكيم وانتقالات اللاعبين. مش كل شيء واضح قدام الناس، وفي أسرار بعد ما انكشفت. كل هذا ومو بس هيك، بس في قصص غريبة عن ملعب اليانز ريان. بعض الموظفين بيحكوا عن أضواء خافتة
وظلال بتتحرك بالليل، وأصوات ما إلها تفسير. بيقولوا إنها أرواح لاعبين ومشجعين توفوا بظروف غامضة عبر التاريخ النادي. كمان في تميمة قديمة مخفية بنادي بايرن ميونخ، واللي بيشتغلوا هناك بيعتقدوا إنها جاية بتجلب لهم الحظ للفريق بأوقات صعبة، بس ما حد بيعرف تفاصيلها. وبين الاجتماعات السرية والقرارات اللي بتتخذ بعدين عند الإعلام، قصة بايرن ميونخ أكبر من مجرد نادي كرة قدم. هي قصة نجاح وصراع وأسرار خفية بتعطيها طابع خاص. هي القصة كلها من بداية المتواضعة حتى ما صار أحد أعظم أندية العالم. قصة تستاهل واحد يسمعها ويحكيها. وإحنا هون دايما بنحكي معظم دول العالم تركيزها على الرياضة والسياحة، بس نرجع شوي للرياضة ونتأكد إنه هو عبارة عن بزنس، بيع وشراء، لكن خفي من تحت الطاولة أو من خلف الكواليس مثل ما بنحكوها. هون لازم نفهم ونعرف إنه حكيناها بالقصة الأولانية بخصوص الأندية اللي بتنباع وبتنشرى من خلال رجالات أعمال أو قادات أو مافيا. وهون إذا عجبتكم القصة لا تنسوا تتابعوني على كل منصات التواصل الاجتماعي، لأنه كل مرة بجيب لكم قصة وأسرار ما بتلاقوها بأي مكان. ودعمكم إلي بيخليني أقدم الأفضل دايما، وشكرا لكم. وخلونا دايما نكون سوا بنغوص بالعالم القصص والإثارة.